شرفنا رفقة السلطات الولائية على رأس مسيد والي الولاية على توديع أول فوج لحجاجنا الميامين من المطار الدولي أحمد بن بلة. وهذا كانت هذا التوديع في أحسن الظروف وأحسن يعني الاستقبال من خلال التسهيلات التي يعني يقوم بها القائمون على المطار. وهذا يدخل في إطار اهتمام الدولة الجزائرية بالحاج الجزائري من خلال الإمكانيات ولا من خلال الخدمات التي توفر للحج الجزائري. انطلاق أول رحلة اليوم من مطار وهران الدولي أحمد بن بلة مع الخطوط الجوية الجزائرية. على متن هذه الرحلة 250 حاج متجهين للمدينة المنورة. عدد الإجمالي لحجاجنا الميامين من مطار وهران تقريبا 6000 حاج. عدد الإجمالي للرحلات 21 رحلة، 15 رحلة مع الخطوط الجوية الجزائرية، 3 رحلات مع خطوط فلايناس، ورحلتين مع الخطوط السعودية، ولأول مرة سوف تكون رحلة مع خطوط طاسيلي. والله وصلنا سالمين قائمين جميع المؤمنين والمؤمنات والإسلام والمسلمين والمسلمات. احنا فرحانين بالحج، هذا حجنا الأول والحمد لله يا ربي. حج مبروك قاع الجميع أمة محمد الإسلامية. الله يعطيكم الخير، ان شاء الله راكم رابحين جميعا، والله يستر البلاد والعباد يا ربي، لنا وسطوا العرفه ان شاء الله رانا ندعوكم.